وصول كأس العالم النسخة الأصلية لمصر في إطار الجولة العالمية للترويج لكأس العالم 2026 اللي هتقام في الولايات المتحدة الأمريكية. كان حدث كبير بحضور وزير الشباب والرياضة ولفيف من نجوم الفن وكرة القدم. تقريبا كده الشعب المصري كله راح اتصور مع كأس العالم، لكن لأن عندنا وزير زملكاوي فراح مصدر لنا في الصور شيكابالا وحازم إمام، رغم ان محمد فضل وحسام غالي مثلا كانوا موجودين في البروتوكول بتاع تقديم الكاس. وطبعا على الفور انطلق القطيع المخطط يشير في صور الأسطورة شيكابالا مع كأس العالم رفقة زجاجة الكوكاكولا، معلقين مهللين ان الفيفا لما حب يروج لكأس العالم راح جاب شيكابالا. اشمعنى بقى شيكابالا؟ لأن الأسطورة الحقيقية هو شيكابالا مفيش غيره. وخد عندك بقى سكرينات فوتوشوب على ذوقك. غضب الخطيب ومجلس إدارة الأهلي من تجاهل الفيفا، وإزاي الفيفا ما يجيبش أي حد منهم في الحفلة يتصور. ليه؟ لأن الفيفا عارفين إن الأبيض الملكي هو الأكثر شعبية في مصر والخليج وعالم ما وراء البحار. عشان ما يعديش 24 ساعة يا مؤمن، هم 24 ساعة مفيش غيرهم، وينزل الخبر والصور زي جردل المية الساقعة على قفاهم في عز الشتاء. وبوشكاش محفوظ بيضحي، احنا مش هنروح كاس العالم، لا، كاس العالم هو اللي هيجيلنا وفي تاكس. الفيفا وممثله الرسمي الأسطورة فابيو كانافارو كان في زيارة خاصة ومعاه كاس العالم في ايده للأهلي في استاد التتش. ويتصور بقى كانافارو مع كل نجوم الأهلي والمدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة، ويخلص ده كله ويطلع يعمل فيديو يقول فيه إن الأهلي من أكبر أندية العالم، ومعروف جدا في أوروبا إنه الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم كله، وكمان الأكثر شعبية وجمهوره الأكثر تفاعل على السوشيال ميديا، وإنه تشرف جدا بالتواجد في أعرق وأشهر أندية العالم. استنينا يوم يومين إن كانافارو ياخد كاس العالم ويروح يزور أكبر قلعة رياضية في مصر والقطب الثاني وعمود الخيمة، مفيش حاجة، صوت صرصور الحقل المعتاد. لما شكلهم بقى وحش قوي ابتدى القطيع المخطط يهمهم همهمات كده على السوشيال ميديا ويتساءل هو اشمعنى الأهلي؟ هم ما جوش عندنا ليه؟ فابتدت تطلع تسريبات من إدارة المختلط إن محدش من الفيفا أو المسؤولين عن الرياضة في مصر تواصل معاهم لتنظيم زيارة للنادي، وبالتالي هم بقى حفاظا على كرامة النادي ما طلبوش زيارة كاس العالم، اللي هو أنا مقموص منك ما تكلمنيش تاني. طيب ما خطرش في بالكم مثلا أو ما ياكلش معاكم إن المسؤولين عن الرياضة المصرية خافوا يجيبوا كانافارو ممثل الفيفا لزيارة أكبر قلعة رياضية في مصر فيروحوا يلاقوا النور مقطوع كالمعتاد، أو مفيش فلوس يجيبوا حاجة ساقعة للضيوف، أو كانافارو يدخل يشوف حمامات السباحة الخضراء العطنة عشان مفيش كلور ننظف، أو يطلع عليهم لباليب ويستقبلوا بشورت بامبا وفانيلا تيركواز، ولا الزبالة اللي جوه النادي وحوالين السور عشان الديون بتاع شركة الزبالة. عايزين كانافارو يشوف الزبالة؟ لا، استحالة، ناس ما عندهاش دم.